اول ما بيبدا شهر ديسمبر بتبدا رحلتي في البحث عن البلانر اللي هتقضي معايا السنه الجديده، وبعد لف وتدوير ومقارنات اخترت بقلبي اصدارات ليلي باشن وورلد. ابتكارهم بيبدأ من أول لحظة بتفتح فيها البوكس. تو دو ليست أساسية في يومي كل يوم، ولازم أحفز نفسي بستيكرز، فدي كانت حاجة مهمة قوي بالنسبة لي في الباكج. بحب البلانر تكون مينيمال وفيها مساحة أكتب فيها براحتي. بس الموضوع ما خلصش لحد كده، أنا لسه بفرغ طاقتي كلها بالورقة والقلم. لما بكون في أعلى درجات توتري الورقة والقلم هم بس اللي قادرين إن هم يقللوه. لسه بحتفظ بالوصفات اللي عايزة أعملها، ودي بجد تو ذا بوينت، ودي أهم حاجة معايا السنة دي. هكتب فيها كل إنجازاتي، كمان الانجازات الصغيره، الانجازات اللي انا فخوره بيها مهما كان حجمها ونوعها وشكلها. امبارح عملت شوربه بروكلي صحيه، قضيت وقت وسمعت البنات. انتي متاكده انك عارفه نفسك كويس؟ ما تيجوا نشوف. وهنا هتلاقي 400 سؤال عشان تكتشفي نفسك، أسئلة بتجمع من الماضي والمستقبل. البلانرز من الحاجات اللي بتنظم وقتك جدا، بتخليكي دايما منجزة أكتر، وبتختاري الأهداف الصح للسنة الجديدة، وكل شوية ترجعي وتبصي لها عشان تحققيها. لمحبين القراءة فالنوت بوك دي مخصوصة عشان لو لسه ما جربتيش إحساس إن يكون عندك بلانرز وتودو ليست ولسه يومك بيعدي عادي وتايه، أنت محتاجة بداية جديدة. وبكده انا جاهزه ابدا السنه الجديده. اعتقد الثلاثه دول هيبقوا اهم حاجه معايا في 2026. انت جاهزه؟